عادي، بتحصل. ممكن تكون قاعد وسط ناس بتضحك وتتكلم حلو وشكلها حلو وخروجاتها شكلها حلو، بس من جواك مش حاسس بأي حاجة. عمرك حسيت بإحساس غريب مفصول عن نفسك وعن العالم؟ لا مبالاة، كأنك روبوت عايش موجود، ولا زعلان ولا فرحان، مش متفاعل. الموضوع مش مجرد انك حاسس انك مخنوق وعايز تقوم من القعدة، انت اصلا مش حاسس بحاجة. لو الموضوع ده حصل لك وطول معاك يبقى انت عندك حاجة اسمها الانفصال العاطفي. عمرك حسيت في وقت من الاوقات ان اي حد بيكلمك ممكن تبقى ناس غالية عليك، سواء بعت لك مسج سواء كلمك، بس انت ما عندكش طاقة انك ترد عليه؟ ساعات بتحصل لك مش حاسس انك عايز ترد ولا حاسس اصلا بأي حاجة بالظبط. ده الانفصال العاطفي. بس مش قصدي من هنا الانفصال العاطفي ان حد بيحبك وسابك. الانفصال العاطفي اللي انا اقصده هي حالة نفسية بتحسسك ان مشاعرك مفصولة عن الواقع، كأنك بتتفرج على حياتك من بعيد من غير ما بتدي اي رد فعل. بتلاقي نفسك مش قادر تتعاطف مع اللي حواليك، حتى لو بيحكوا لك عن حاجة مهمة او مؤلمة، من جواك بتحس ان وبعدين خلاص وامتى. بتحس ان في فجوة بينك وبين الناس، شايفهم بس مش حاسس بيهم. طب هو ده ليه بيحصل؟ ممكن يبقى سببه انك فقدت حد بتحبه، او مرورك صدمة نفسية وانت صغير. الضغط النفسي المستمر بيكون من ضمن الأسباب. طب تصدق أقول لك على حاجة؟ الضغط النفسي المستمر ممكن يبقى سبب رئيسي. لو عايش في بيئة مش مستقرة أو متعرض لضغط عالي لفترة طويلة، عقلك بيحاول يحميك من الألم، فبيوقف مشاعرك وبيبتدي يتعامل هو في الموقف، وده بقى بيخليك تحس إنك منفصل عن نفسك. أكيد السؤال اللي جه في بالك دلوقتي هو اللي أنا فيه ده اكتئاب؟ بص، هو مش بالظبط، بس ده مش معناه إن ده مش من أعراض الاكتئاب. طيب هشرح لك الاكتئاب. الاكتئاب إن مشاعرك بتكون موجودة بس في الوقت ده بتكون كلها مشاعر سلبية. افتح القوس: حزن، إحباط، إحساس بالعجز، طول الوقت حاسس بخمول وبتعب وما عندكش شغف للحياة، وممكن تبكي من كتر الخوف. أنا هقول لك كلمة بتحس، دي معناها ان انت عندك اكتئاب. لكن الانفصال العاطفي ما بيكونش فيه مشاعر اصلا، يعني ما بتحسش ولا بفرح ولا بزعل ولا باي احساس في الدنيا. كل الحاجات اللي بتأثر فيك كأنها فيلم قاعد من بعيد بتتفرج عليه. طب هل الموضوع خطير؟ الفكرة هنا ان جسمك وعقلك لما بيتعرضوا لضغط نفسي كبير بيعملوا تجميد عاطفي كحماية مؤقتة. يعني والله العظيم في الوقت ده عقلك ده عمل موقف رجولي واجدع من صاحبه. طب اقول لك على حاجة مش لزومها، بس هو اجدع من السقة كمان. لكن لما الحالة دي بتستمر لفترة طويلة بتأثر على حياتك كلها. علاقاتك بتتأثر، ما بتعرفش تتكلم عن مشاعرك ولا عن اللي حواليك. طب تعالى اقول لك على حاجة، هديك مثال يثبت لك اللي انا بقوله ده. مش انت كل ما بتروح عزا بتضحك، وكل ما بتروح فرح بتحس انك مخنوق وعايز تمشي؟ هي دي مشاعر يا معلم. في اللحظة دي حياتك اليومية كلها بتتأثر، وكل الحاجات اللي كنت بتحبها بقت مملة. طب انا هسألك سؤال: ايه الحاجة اللي بتفرحك؟ طب هسألك سؤال تاني: ايه الحاجة اللي بتضايقك؟ هو ده بالظبط، ولا بتعرف ايه اللي بيضايقك ولا بتعرف ايه اللي بيفرحك. نفسيا شغلك بيتأثر، الحاجات اللي كنت بتعملها قد كده جزء صغير منها بتحس انه هم كبير مش قادر تعمله. انا بفتكر زمان يا اسطى كنت بعمل اسأل نافع حاضرني، اقسم بالله كنت بهد الدنيا. كل اللي بيدور في دماغي دلوقتي تسألني وتقول لي ازاي اخرج من الدوامة دي. هنا خالد خليل هيبسطها لك. لو انت حاسس انك في الدوامة دي بقالك فترة طويلة لازم تبدأ تتحرك. اول حاجة لازم تعملها انك تعرف حجم المشكلة اللي انت فيها. مجرد ما انت عرفت ان انت عندك انفصال عاطفي فدي خطوة كويسة جدا في ان انت تواجه المشكلة اللي موجودة عندك وتبتدي تاخد خطوات لحلها. دور على حد بتثق فيه وحاول تتكلم معاه، حتى لو مش قادر تحس لازم تشارك حد بتحبه وقريب منك. اقول لك على حاجة وانا متوقع ده، لو انت مش واثق في حد من اللي حواليك اكتبها في نوت بوك. لازم عقلك يخرج اللي جواه، مش تفضل كاتم كل ده جوه عقلك. لازم يكون في رياضة في حياتك، انزل اتمشى مع حد بتحبه، انزل جيم، حجز كورة مع اصحابك. لازم الرياضة. جربت في يوم وانت مخنوق تنزل تتمشى نص ساعة وترجع تلاقي مشكلتك محلولة؟ اراهنك صاحبي مأكد. رابع حاجة والله العظيم، العلاج النفسي مش ضعف. 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 لو حاسس ان انت مش قادر تطلع من الحالة دي لوحدك ده مش ضعف ومش معناه انك مجنون. في علاج اسمه العلاج السلوكي المعرفي. العلاج ده بيساعدك تسترجع مشاعرك وتفهمها من اول وجديد كأنك لسه مولود. فلو حسيت انك بعيد عن مشاعرك تستهونش بالاحساس ده. ما تخليش الوحدة والعزلة تبقى هي العادي بتاعك. الحياة مش مثالية بس تقدر ترجع تحس بيها تاني، حتى لو خطوة صغيرة كل يوم. قولوا لي، عمركم حسيتوا بانفصال عن مشاعركم وازاي قدرتوا تتعاملوا معاه؟